حصل تشافي المدير الفني لبرشلونة على نصيحة مقلقة قبل 12 يوما من مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني. وحسب صحيفة ماركا فإن عثمان ديمبلي نجم برشلونة لن يكون جاهزا للمشاركة أمام أتلتيك بيلباو في الجولة المقبلة بالليجا. وكان تشافي يعتقد بأن اللاعب الفرنسي سيشارك في المباراة المقبلة بشكل طبيعي، لكن الأطباء رفضوا منح الضوء الأخضر لعودته إلى المباريات. وأشارت إلى أن الأطباء حذروا ديمبلي وتشافي من التسرع في عودة اللاعب عقب التعافي من الإصابة بالنظر إلى تاريخه مع الإصابات، لذا طالبوا بإطالة فترة التعافي لتجنب المخاطر. وذكرت الصحيفة أن لحاق ديمبلي بالكلاسيكو يوم 19 من مارس آذار مصدر شك كبير، رغم أن حالة اللاعب الفرنسي جيدة. وسيكون تقويم المباريات حاسما في موعد عودة ديمبلي، لأن الليجا ستتوقف عقب الكلاسيكو، وبالتالي إذا لم يشارك الفرنسي أمام الملاكي سيحصل على أسبوعين من الراحة أثناء التوقف الدولي. وقالت صحيفة ماركا تشافي سيتخذ القرار النهائي بشأن مشاركة عثمان ديمبلي في الكلاسيكو خلال الأسبوع المقبل.